صار إمام أولو في الشارع التركي، فيرون في الأمر استهدافا سياسيا لخصوم الرئيس أردوغان، خصوصا بعدما تمكن إمام أولو من النجاح في إخراج حزب العدالة والتنمية الحاكم من بلدية اسطنبول عام 2019 إثر سيطرتهم عليها منذ 1994. وينضم إلينا من أنقرة الخبير في الشأن التركي الدكتور إسلام حلاقة. مرحبا بك معنا دكتور إسلام. في البداية، كيف يمكن النظر إلى الخطوات والإجراءات التي اتخذت مع رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو بدءا من الجامعة وحتى عملية الاعتقال؟ الحقيقة الموضوع له خلفيات قديمة نسبيا، بمعنى أنه منذ فترة طويلة توجه انتقادات وتهم لأكرم إمام أوغلو وحتى لحزبه حزب الشعب الجمهوري بقضايا فساد وقضايا متعلقة بدعم منظمات إرهابية أو تسهيل عملها أو ما إلى ذلك. وكان آخره حقيقة أو ما قبل الأخير قبل نحو شهر ونصف، وتحديدا أواخر يناير الماضي، تم استدعاء أكرم إمام أوغلو للإدلاء بشهادته حول تهم وجهت له فيما يتعلق بقضايا الفساد. طبعا هذه القضايا أو قضايا الفساد التي وجهت له متعلقة بالرشوة، الاختلاس، غسيل الأموال، والأهم من ذلك المناقصات. نحن نعرف أن بلدية اسطنبول ميزانيتها بعشرات المليارات من الليرات التركية أو بمليارات الدولارات الأمريكية، وبالتالي هناك الكثير من المشاريع والمناقصات التي وزعها أكرم إمام أوغلو بغير وجه حق على معارفه وعلى رجال الأعمال مقربين منه وما إلى ذلك. هذه التهم هل لها علاقة بالصراع السياسي والتنافس السياسي؟ سيد إسلام التي كانت حصل عليها يعني هذه خطوات متسارعة ربما اتخذت بحق رئيس بلدية اسطنبول، هل هذه يمكن تصنيفها في إطار الصراع الانتخابي أو الصراع السياسي في داخل تركيا، وهو أيضا يمثل شخصية سياسية من حزب الشعب الجمهوري ومنافس أيضا للرئاسة، لانتخابات الرئاسة المقبلة؟ تماما هذا ما تقوله المعارضة، أن الموضوع ليس أكثر من كونه موضوعا سياسيا، بحيث أن هذا الاعتقال يأتي قبل أيام قليلة فقط من تسمية أكرم إمام أوغلو كزعيم أو كمرشح لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام 2028. هذه الانتخابات الحاسمة التي يتوقع أن يكون فيها أكرم إمام أوغلو مرشحا منافسا لأردوغان. المعارضة تقول أن هذه خطوة استباقية بعدما تمكن أكرم إمام أوغلو من انتزاع بلدية اسطنبول، ونحن نعرف أن تاريخيا من يسيطر على مدينة اسطنبول يسيطر على الحكم في البلاد. هكذا كان تاريخ السلطات في تركيا. إذا هذا الواقع ترى المعارضة أن الموضوع سياسي بحت وليس له علاقة مع رؤية المعارضة بأنه هذا الموضوع سياسي بحت، يعني سيد إسلام، وأيضا تأثير السيطرة والفوز في انتخابات أو في رئاسة اسطنبول على المشهد السياسي، الموقف من المعارضة وأيضا ما جرى من عملية اعتقال لإمام أكرم إمام أوغلو، إلى أي درجة سيغير في المشهد السياسي في داخل تركيا؟ هل سيكون له تبعات؟ اعتقد في ميدانيا هناك بدات حاله من الاحتقان حقيقه، او طبعا في حدث نوع من المناوشات بين انصار امام اوغلو والسلطات الامنيه التركيه، وهذا حدث ايضا قبل نحو شهر من الان عندما استدعي للادلاء بشهادته في المحكمه. اما سياسيا فاعتقد ان اردوغان تخلص من اهم خصومه بهذه العمليه، رغم ان الحكومه التركيه تقول ليس للحكومه دخل في هذا الموضوع، انما الموضوع متعلق بالقضاء، بمعنى المدعي العام رفع قضايا بناء على معلومات تشير الى قضايا فساد وقضايا دعم منظمات ارهابيه، وبالتالي تم استدعائه للمحكمه قبل نحو شهر ونصف، وتم اعتقاله بناء على طلب من المحكمه وعلى قرار المحكمه. بمعنى الموضوع لا يعد كونه قضائيا بحتا متعلق بقضايا فساد وليس موضوعا سياسيا، وهذا ما لا تقتنع به المعارضة إن صح التعبير، بل وتسيس تحاول تأكيد على أن الموضوع سياسي أكثر من كونه موضوع متعلق بالفساد أو قضايا الإرهاب أو ما إلى ذلك. نعم، أشكرك دكتور إسلام حلاقة الخبير في الشأن التركي، كنت معنا من أنقرة، شكرا جزيلا لك. في الساحل السوري يلجأ العلويون إلى قاعدة حميميم الروسية للحصول على الأمان المؤقت.